هو الله سبحان رب القدر خالق انثى وذكر سماوات وبحر رب العزة عندي 5 اولاد وانت يا ستي ما خديجة خدمك عندي في الطائرة قلت شكون يعاونك يوم موتي غير الله يكون لك انت نعارة نتفخم بشناك من انت جتي او نتفخم برضاك ما دامت العمر يا هو ما بقاليش الحبيب من انت متي يا لمي ما الحبيبة ما بقاليش الحبيب من انت متي انا وخليتني وحيد في الدنيا خطأرة وضحكت علي غير تشوف الليله من ماشينا الا ما شفتها شي غدوه كي تكون هنا في هذه الحلقه سبني راني غير مسدوب عطاني ربي هذه الحكمه نحمد غير صور يلا قولها ها شوف اسمع لها القصيده وتهلا في امك ها عن ربي الا مشات الوالده والله ما باقي لك الحبيب في دار الدنيا عمك يعميك خالك يخليك خوك يزرطي ويخليك ونفسر لك هالهضره ماشي تدي واحد الحاجه من عند الشيوخ يعني خاطيه القانون قال له واحد كيفاش عمي يعميني زعما هاني انت نعطيك الشرح ديالها شحال من واحد مات خوه وخلى المال وخلى الفيرما وخلى البلاد ونهار خلى الاولاد صغار وقال له خويا المهم راه مقبلت عينك منين جات تخرج عمرو قال له وليداتي على حسابك ناض عمو اكتب البلانات على حسابه اكتب الديار على حسابه اكتب كل شيء على حسابه نهار اللي كبروا ولاد خوه ولاو يعني راعي لصوالحهم قالوا له عمي واش بانا ما خلى والو ما خلى لا دار لا بلاد لا فيرما لا قربيله قال لهم غير انا اللي كنت ساتركم انا اللي لبس عليا باكم ما خلى والو كان انسان فقير هو عمك خالك ماتت امك عنده الفيرما عنده الدار عنده هذا خلى جدك الخير والبركه تمشي عندها تقول لها خالي يومرها خلى اعطيني رزق امه راه عندكم الخير فايض كي يقول لك انا امك سمحت لي ملي كانت عادة صحيحه وبصحتها روح طلع والله تهود وخوك غير الموت اللي ما يبغيها لكش سمعني الوالدين هما الوالدين قولها قصر حسبي نبدا باسم الجواد على الفرض الصمد بالله كيف احد سبحانه هو الله سبحان رب القدر خالق انثى وذكر سماوات وبحر رب العزة مقواه وصلاة للمختار يا الطاهر بون انواره وشفي يوم الفرار كل ما ترجع قبل رجع والنبي صلى الله عليه وسلم شهدتي بالله به تأمنتي صدقتي برسول والناس عرق الانوار يا روحك مشات وانت يا غبتي ما واجبتي ما حكيتي ماذا صار ما قلت لك شطايح على سكتي وذا حد يا مكا يما والحجل قصايا يا الميمة قبل ما غسلوك به توضيتي لبستي لباس جديد وخرجتي من الدار في المحمر ركبك بالله سعبتي وإنا لله ده حكم القهار اللي داوك جاء وانت ما جيتي واكثر همي وشاي براسي بالتفكايا اما يا رب اللي داوك جاء وانت ما جيتي واكثر همي وشاي براسي بالتفكار ما باقي الا المرسم خليتي وفرقك صعيب يحرق مثل النار 9 شهور قاع بيا وحملتي وتوعصك توعى الشفاك الشفايا اما يا الميمة 9 شهور قاع بيا وحملتي توعصك توعى الشفاك الشفايا لزيتيني عاد صدرك رضعتي صرتي بيا سنين الليالي ونهار وكلتي من الطايف فيا فحششتي وكلتي من الطايف فيا فحششتي كنت عندك عزيز كيما مول بصعر يا قبل تموتي عليا سولتي قلتي كبدة يا ما فيها تفخر
شفتي غات الوالدين تحضر في السيارة روحتي من فين يا كرحتي جاورتي العزيز مولانا القهار مشيتيني عند ربي صديتي ونطلب ربي حير امامك من نار يا ربي يا ربي يا ربي مشيتيني عند ربي صديتي نطلب ربي حير امامك من نار. بسم الله. الله يقضي غير هذاك، الله يكرمك، الله يجعلها سبب ربحك. مشيتي عند ربي صديتي نطلب ربي حير امامك من نار. انت والمؤمنين واللي جاورتي تفر للحساب لما المختار هذا شكري ليك وسويتي انت ويلا من الهي تطلع على عمار ويلا عندي 5 اولاد وانت يا ستي ما خديجة خدمك عندي في الدار قلت شكوني عاونك يوم موتي غير الله يكون لك انت نعار نتفخم بسناك من انت جبتي او نتفخم برضاك ما دام طلع نار يا هم قالش الحبيب من انت متي قال وينا الحبيب ما قالش الحبيب من انت متي انا او خليتني وحيد في الدنيا خطأ. وضحكت علي غير تشوف الليله من ماشينا الى ما شفتها شي غدوه كي تكون هنا في هذه الحلقه سبني راني غير مسدوب عطاني ربي هذه الحق الوالدين نقولوا بها الله يريدك. ربيت الله في الوالدين ربيت الله في الوالدين. هكا تقول الشيخ ميلود محتاج يقول لي ضرب هكا عنشكي مع الوالدين اللي تعذبوا ربدوا لك الدائهين انا كان شكي مع الوالدين اللي تعذبوا رفدوا لك الدين كلاك تعشق فينا سخرينا ويهملوك على راس العين انا شمشينا سخرين صحابي وهذا راس صحاب هي الوالدين. كان شكي مع الوالدين اللي تعذبوا رفدوا لك الدين كلاك تعشق فينا سخرينا ويهملوك على راس العين مرضي الوالدين في النوارة بين الشراد كيف بغا يختار مصوتهم قداد فيه النار الدعوة عليه ما تلول بصائر. حاول الشيخ ميلود حاول ما تقلقش صلوا على رسول الله. واحد خينا كانت عنده امه والمراه دياله وعنده ولد وبنت واسمع لها المعجزه ها ربيتها الله في الوالدين. يسافر يقعد 10 ايام 15 يوم 20 يوم يجي للدار ديالو كيما راهم يسافروا خوتي الرجال. ذاك النهار خلاته المراه ديالو حتى بغى يقلع يسافر وهي تدور فيه قالت له الراجل فوقاش غادي تسافر؟ قال ليها غدوه. شحال غادي تقعد؟ قال ليها غادي نقعد 21 يوم. 20 يوم يا عمرك ما سولتيني حتى لهذا النهار ياك لاباس؟ قالت له بالسلامة عليك ها انت ها ولادك ها امك. كيفاش راكي تقولي مالكي؟ قالت له امك راها تضرب لي الولاد. قال لها شوفي ملي لما راها تضرب الولاد راهم ولادها خليها تربيهم وملي راني نسافر راني نعرف باللي روحي راني مهني نعرف الدار عامرة امي انتي راها معمرة كل شيء. علاش؟ قالت لها امك راها تقول لي نوضي تفسدي وامك راها باغي تخرجني الطريق وامك راها تفسد وإلا تبغي هذا الشيء انا ما باغياش نخدعك غدوه غير انت تمشي للخدمه ديالك وانا نمشي لدار با. قال لها هكذا
قالت له قال لي رقدي على خاطرك وتبرعي، الا ما نخليكش غدوه في الدار بوحدك عارفيني راني مسخوط. ناض مع الصباح تسوق كيما راهم مسوقين خوتي الرجال. وصلت 12 نتاعو ديال النهار، رجع للدار ديالو تغدى الوحده الزوج وهو يلغى على امه. قال ليها امه، قالت له نعم، وقال ليها بالسلامه عليك. اوليدي كيفاش بعد غير نهار يومين تسافر وتخلينا وحنا عاد ما كنسمعوش من الوجه ديالك؟ قال ليها انت بالسلامه عليك.